الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه اتعرض لسحر قوي جدا، وقعد 3 أيام يستوعب ازاي ده حصل وازاي الجن اتشكل قدامه بالشكل ده. تعالوا معايا اقول لكم الحكاية باختصار. الشيخ الشعراوي كان في زيارة لدولة الجزائر، وهناك اتعرف على سفير المملكة العربية السعودية، وكان بينهم صداقة قوية جدا وبقوا زي الاخوات. ومرت سنين واتنقل سفير المملكة العربية السعودية لباكستان عشان يبقى سفير المملكة هناك. واللي حصل ان الشيخ الشعراوي راح في زيارة لباكستان، ولما سفير المملكة العربية السعودية عرف ان الشيخ الشعراوي موجود في باكستان اصر ان هو يستقبله، وان الشيخ الشعراوي يكون في ضيافته. السفير السعودي وهو قاعد مع الشيخ الشعراوي قال له انه اتعرض لموقف غريب جدا مش قادر يفسره. الحكايه ان السفير السعودي حضر عرض لساحر هندي. الساحر الهندي ده كان بيعمل حاجه غريبه جدا هو مش قادر يفهمها، وطلب من الشيخ الشعراوي انه يروح معاه ويحضر العرض ده. وفعلا الشيخ الشعراوي راح العرض، وبدا الساحر يجيب مجموعه من القطن ويمسك القطن ده ويلفه ويقول كلام عليه ويعمل حركات، فتحول القطن ده لحبل، وبعد شويه الحبل اتحول لعمود. والساحر كان معاه ولد صغير فضرب الولد ده، فالولد طلع على العمود اللي هو في اصل قطن وكانه سلم. الشيخ الشعراوي حضر العرض وشاف كل الكلام ده واستغرب جدا، وقعد 3 ايام يفكر ويراجع كل ايات القرآن اللي بتتكلم عن السحر، وان السحر مش حقيقة، ده تخيل وسحر للعين. فعمل حيلة وجاب كاميرا فوتوغرافيا وراح العرض ده تاني ولكن معاه الكاميرا. والساحر قرر الخطوات دي وجاب القطن ولفه وحوله لحبل وضرب الولد، والولد طلع على الحبل. وكل ما الساحر يعمل حاجة صورها الشيخ الشعراوي، ولكن الشيخ الشعراوي اتفاجئ بعد كده ان الصور طلعت بيضة ما فيهاش اي حاجة، لا قطن ولا حبل ولا حتى طفل صغير. وفسر الشيخ الشعراوي كل ده ان الساحر سخر الجن، والجن ده كان بيتشكل مرة في صورة قطن، مرة في صورة حبل، ومرة في صورة ولد صغير، وبيسحر اعين الناس. وان القرآن الكريم بيأكد ان الجن ما بيظهرش بشكله الطبيعي، لازم يتشكل في حاجة مادية.